طيب كده احنا جربنا ونهينا يعتبر الوحدة بالدرس بتاع النهاردة، وهنتكلم في الضرب وقسمة الكسور الجبرية. الدرس ده مبدئيا كده من قبل ما نبدأ هو عصارة الوحدة بالكامل، يعني أكتر مسائل بتيجي في الامتحان بتيجي على الدرس ده. علشان كده مطلوب منك قبل ما انت تبدأ في الدرس ده أول حاجة لازم تبقى مخلص الدروس اللي فاتت اللي هي اتكلمنا فيها عن أصفار الدالة كثيرة الحدود، وايه هو دالة الكسر الجبري اساسا، وازاي اقدر اساوي كسرين. وبعد كده اخدنا في الحصة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات يعني الجمع والطرح مع الكسرين. النهاردة هناخد اخر عملية اللي هي الضرب والقسمة للكسور الجبرية. طيب النهارده هنتكلم في كام فكرة زي ما احنا متعودين. هنتكلم ازاي اضرب، وبعد كده ازاي اقسم، وايه هو المجال. تمام، طبعا المجال للضرب والقسمة. آخر حاجة المعكوس الضربي. وكالعادة خلي بالك احنا بنتكلم على كسور جبرية، علشان كده يعتبر احنا مش هنستخدم الآلة أساسا النهاردة. طيب تعالى بقى نفتكر كام حاجة قبل ما نبدأ في الدرس. لكن لو انت فهمت اللي هيتقالوا دول هيبقى بالنسبه لك الدرس سهل. هو الدرس طويل شويه لانه افكاره كتيره، وبس اهم حاجه تبقى مركز وهيكون سهل عليك ان شاء الله. ولكن قبل ما تنسى اضغط اللايك الجميل عشان ده بيساعد ان الفيديو يوصل لانتشار لزمايلك. يلا بينا. اول حاجه بالنسبه للضرب. الضرب انا اخدنا زمان في اعدادي ان لو قلت لك مثلا الف على ب في ج على د، طبعا ده كسر وده كسر. بضرب ازاي؟ بضرب بسط مع بسط، مقام في مقام، يعني النتيجة تطلع لي ألف ج على ب د. طبعا احنا متعودين على الشكل ده، هو ده اللي هنعمله النهاردة في نفس الكلام في الكسور الجبرية. طب أنا كان لو معايا مثلا 2 على 3 في 5 على 6 هيديني إيه؟ 2 في 5 ب 10، 3 في 6 ب 18 وكده خلص. احط بعد كده الكسر اللي انا اجيبه ده في ابسط صوره، يعني هنا اقسم على الخمسه، لا هنا اقسم على الاثنين فيها الخمسه، واقسم هنا على الاثنين فيها التسعه، وكده انا حطيت الكسر بتاعي في ابسط صوره. لان نفس الكلام هنا هيطلب مني حط المجال في ابسط صوره، او حط اسف الداله في ابسط صوره، او حط اختزل لي الداله. نفس الفكره. ده بالنسبه للضرب. تمام. طب بالنسبه للقسمه كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجلب الكسر. عشان كده في حاجه اسمها المعكوس الضربي، اخدناها برضو في اعدادي. يعني الالف على ب معكوسها ايه؟ معكوسها ب على الف. تمام. طب لو سالب الف على ب معكوسها ايه؟ سالب ب على الف. هي لو قلت لك ب على سالب الف، هي لو قلت لك سالب ب على الف، كل دول صح. ده اسمه المعكوس الضربي. المعكوس الضربي. بس في التركايه هناخدها بعد كده في حته المجال للمعكوس الضربي، تركز فيها كويس جدا جدا. طيب كده خلصنا المعكوس الضربي، ندخل في حته القسمه. انا لو قلت لك هناك الف على ب على الف على ب على ج على د، ده كنت اضربها اقسمها ازاي؟ كان يقول لي غير العلامه اللي في النص، يعني الف على ب في اجلب بقى الكسر ده، هات لي المعكوس الضربي بتاعه د على ج بس، وكمل عادي جدا. كانها رجعت ايه؟ مساله ضرب. كانها رجعت مساله ضرب بالظبط، يبقى هيديني النتيجه الف د على ب ج. تمام كده خلصت. ونفس الافكار بالظبط اللي انت هتعملها في الضرب هي هيعتبر هنا في القسمه. تمام. بس في تركايه فين؟ في المجال. يبقى انا ملاحظ هنا ان الدرس كده مركز على ايه؟ مركز على هل هعرف اطلع المجال صح ولا هغلط. ده اللي تركز بقى فيه مع بدايه الدرس علشان تبقى انت فاهم كل نقطه فيه. طيب تعالى بقى ناخد التمارين والمسائل، لان المسائل بتاعتنا النهارده كتيره، فعلشان ما تتوهش مني والفيديو ما يطولش اكتر من اللازم. اول سؤال بيقول لي اوجد نون س. عايز الداله. طبعا عايز الداله يعني عايزها في ابسط صوره. مديني داله ايه؟ ضرب. عيني برضو توجع على هنا، هي مساله ضرب ولا جمع ولا طرح ولا قسمه؟ ضرب. وبعد كده عايز المجال. طبعا احنا متعودين اهم حاجه بالنسبه للمجال ده ما اجيبوش ما اجيبوش بعد الاختزال، لازم يجي قبل الاختصار. اهو اكتبها لك، لازم يجي قبل الاختصار. يعني قبل ما ابدا احذف اي عنصر من عناصر الداله لازم اجيب المجال بتاعي. طيب تعالى بقى نشوف. ادي الداله بتاعتي اللي هي دي بتساوي كام؟ هات الكلام بتاعنا الجميل. هات ده خلاص. س تربيع زائد 2 س زائد 1. والله دي دالة أقدر أحطها في قوسين عادي جدا. س تربيع يبقى س في س زائد يبقى موجب في موجب، واحد في واحد. لأن الدالة دي لما أقول لك واحد في واحد بواحد، وبعد كده حاصل جمع ضرب الطرفين فوق الوسطين يديني 2 س. اللي تحت 2 س ناقص 8 أقدر آخد منها الاتنين، هيتفضل لي س ناقص الأربعة. هو أنا يا مستر ما بعرفش أحلل كتير؟ أيوه، لأنك مش بتعرف تحل كتير، أو آسف لأنك مش بتحل كتير.
عايز توصل ان يبقى فيه مرونة في حل التمارين، حل كتير، او اسف في التحليل حل كتير. طيب في بعد كده تكمل س ناقص 4 تنزل زي ما هي، مفيش حاجة فيه، س زائد 1 تنزل زي ما هي، خلاص س زائد 1 كده. دلوقتي انا جاهز ان انا اجيب المجال، خلاص حللت فكفتها، هات المجال. يبقى اقول لك اذا المجال، انا مش هكتبها هنا، هكتب لك هنا المجال اهو، ح شيل من مجموعة اصفار المقام، ادي س ناقص 4 يبقى ده هيساوي الاربعة، وس زائد 1 يبقى مديني بالسالب 1. واحد يقول لي انا مش عارف اطلع المجال، لا انت روح احضر درس بتاع اسف مش عارف اطلع اصفار المقام، روح احضر اول درس اللي هو مجموعه اصفار الداله مشروحه بالتفصيل، بساوي ده كله بالصفر وبساوي ده بالصفر. طبعا لما اقول لك س ناقص 4 بيساوي صفر يبقى س بتساوي الاربعه، وس زائد 1 بيساوي صفر يبقى س بتساوي سالب 1. كده انا طلعت المجال بتاع الداله، ايوه تمام كده. خلي بالك هو طالب انهي؟ طالب الداله الرئيسيه، خلي بالك لان احيانا بعد كده هيقول لي هات لي الداله العكسيه، وركز في الشكل ده، نون غير نون اس سالب 1. نون أس سالب 1 دي الدالة عكسية، وهنشوف هنجيبها ازاي. طب وصلنا لغاية هنا خلصت؟ ابدأ بعد كده طير ازاي؟ طير البسط مع المقام. في هنا حاجة زي اللي تحت س ناقص 4 دي س ناقص 4 حلو. طب دي هنا في طرف ودي في طرف عادي جدا، وده اخدينه طبعا في اعدادي بالتفصيل الحاجات دي. طيب هنا س زائد 1 تطير مع س زائد 1 من اي واحد، هيتفضل ايه؟ هيتفضل فوق س زائد 1 تمام، هيتفضل تحت ايه؟ الاتنين. حلو قوي، بس يبقى هي دي الداله اللي هو عايزها، ايوه. يبقى نون س اللي هي الداله بتساوي س زائد 1 على الاتنين. طب المجال ايه؟ ح فرق الاربعه وسالب 1. هو ده السؤال بتاعنا. كده انا عملت عمليه الضرب، ايوه خلصت، ايوه خلصت. تعالى ندخل بقى في السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه مهم، بيقول لي دالة ن س، س تكعيب ناقص 8 على س تربيع زائد 3 س ناقص 10 في 2 س وهكذا. خلي بالك دي مسألة ضرب ثم أوجد. هو بيقول لي إيه؟ هات لي نون، طبعا زي كالعادة هات لي نون س يعني، وعايز المجال. وبعد كده راح زود قال لي أوجد لي بقى الدالة العكسية، وكمان راح زود قال لي عندي س بتساوي الواحد. هات لي شوف لي س بقى بعد كده بتساوي 1، يعني ده أكتر من مطلوب. واحدة واحدة وناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة أدي الدالة اللي هي نون س، فك يا حلو أهو في كذا. س تكعيب ناقص 8 يعني س ناقص 2، وبعد كده ده القوس الصغير وبتاخد القوس الكبير تربع س تربيع ربع موجب 4 غير إشارة موجب 2 س، بتغير إشارة وتضرب طرفين في وسط الأول في التاني. س تربيع زائد 3 س ناقص 10 ده ممكن يتحلل 5 في 2 ب10 وفرق بينهم 3 صح كده، يبقى القوسين بتوعي اهم س تربيع يعني س في س. طب السالب يبقى مره موجب ومره سالب. ليه حطيت الموجب هنا؟ لان دايما انا عيني على اللي في النص، باخد اشارته عشان ما اتلخبطش. كام في كام ب5 والفرق بينهم 3، 5 في 2 5 في 2. الموضوع بسيط جدا. ممكن في التحليل ده استخدم الآلة علشان اتاكد من التحليل بتاعي صح ولا غلط. اوكي طيب 2 س زائد 6 بقدر اخد الاثنين عامل مشترك، هيتفضل لي س زائد 3. طيب س تربيع زائد 2 س ناقص زائد 4 ينفع تتحلل؟ لا. ينفع احللها؟ لا. وبرضه يبقى عندي سنس في الحل، ما هو قوس اهو، يعني هو اساسا حاططهولي علشان اطيره فوق، فما اقعدش افكر فيها كتير، انزلها زي ما هي س تربيع زائد 2 س زائد 4. هات المجال وما تنساش. يبقى اقول لك اذا المجال الجميل بتاعك هيساوي شيل مين؟ كل اللي في المقام، يبقى سالب 5 والاتنين. وفي حاجة تاني ينفع اشيل ده؟ لا. ينفع اشيل؟ طب ما تشيل. لا ما ينفعش. ليه ما تشيلش ده؟ طيب تعال ناخدها تاني وفكرنا لما قلنا لك لما بساوي كل القيمة بتاعتي بتساوي صفر، ده ينفع احللها؟ ما فيهوش حل. ما فيش مرة، ما فيش عنصر احطه هنا ويطلع لي النتيجة بصفر. ما فيش. وبالتالي هقفل، والكلام ده مشروح بالتفصيل في درس مجموعة أصفار الدالة. يبقى المجال بيساوي ح ناقص السالب 5 والاتنين، واحد بدلهم خليها 2 وسالب 5 هي، وقلنا احنا المجموعات غير خاضعة للترتيب. تمام ده؟ تمام. طب هات لي بقى يا باشا نون أس سالب 1 س. نون أس سالب 1 س يعني اقلب لي الدالة، بس قبل ما تقلب الدالة ما تحط لي الدالة دي في أبسط صورة. تمام صح كده. يبقى أقول لك إذا نون س هيساوي طير
دي هتطير مع دي. تمام. س ناقص 2 هتطير، مش هتطير، هتطير اهي مع س ناقص 2. هيتفضل لي ايه؟ ده طار وده طار وده طار. هيتفضل لي 2 في س زائد 3 على س زائد 5. تاني هيتفضل لي مين؟ 2 في س زائد 3 على س ناقص 5. حلو، هاتهم لي. يبقى 2 في س زائد 3 على س زائد 5. دي مين دي؟ دي نون. أنا عايز نون أس سالب 1، يعني عايز المعكوس بتاعها. تخلي البسط مقام والمقام بسط، يبقى نتيجة س زائد 5 على الاتنين في س زائد 3. حلو أوي كده، صح؟ كده تمام أوي. كده طلعت لك الدالة اللي أنت عايزها، اللي هي المعكوس للدالة الأصلية. طب عند س بتساوي 1، يعني شيل كل س وحط مكانها الواحد. يبقى عندي س بتساوي الواحد، الدالة بتاعتي اللي هو شيل س وحط مكانها واحد، تعوض 1 زائد 5 6 على 1 زائد 3 4، 4 في 2 ب8. تحطها لي في أبسط صورة هيطلع لي النتيجة 3 على الأربعة. واحد كان يقول لي طيب لو قال لي عندي س بتساوي السالب 5 كنت أعمل إيه؟ لو كان قال لي عندي السين بتاعتك بتساوي السالب 5، والله انت شايف هنا المجال بتساوي هنا سالب 5 مرفوض، ساعتها هقول لك غير معروف. واحد يقول لي بقى استنى لاحظ حاجة واحدة. ايه يا باشا؟ احنا لو حبيت اطلع المجال بتاعت الدالة العكسية يساوي ايه؟ دي نقطة بقى مهمة جدا نكتبها لك كده بره علشان تبقى قدام عينيك. مجال نون أس سالب 1 للسين هيساوي إيه؟ بص يا حاج، ح شيل ح ناقص إيه؟ أول حاجة تكتب لي مجال الدالة الرئيسية الأساسية اللي هي سالب 5 و2، وضيف بعد كده ماشي أصفار الدالة العكسية اللي هنا بيساوي كام؟ سالب 3. تاني أنا هنا عملت إيه؟ أنا هنا قلت لك أول حاجة طلع لي أو هات لي أصفار الدالة الأساسية بتاعتك اللي هي سالب 5 و2، وبعد كده برضه هات لي أصفار الدالة العكسية. يبقى هو ده أصفار الدالة العكسية بالكامل. طب ليه كده؟ لأنك بكل بساطة الدالة الرئيسية اللي هي دي فينها؟ اللي هي دي الدالة الرئيسية. ما ينفعش أتجاهل أصفارها، لأن لما باجي بعوض هعوض في الأم. خلي بالك حتى وأنا آخد في الدالة العكسية، بس دي مش عايزين نتطرق ليها دلوقتي. يبقى أنا دلوقتي علشان أجيب المجال الدالة العكسية بجيب مجالين، بجيب مجال الدالة الأساسية اللي هو نون س، وبعد كده بضيف عليها مجال الدالة العكسية اللي أنا وصلت لها دي. طبعا دي أصفارها بكام؟ سالب 3، يبقى هضيفه معاها. يبقى مجال الدالة ككل اللي هي المجال الدالة العكسية هيساوي ح ناقص السالب 5 والاتنين والسالب 3. دي نقطة مهمة جدا جدا، ودي التركاية اللي بتكلم فيها في حتة المجال. طيب تعالى ندخل بعد كده في السؤال اللي وراه. احنا هنعتبر كده خلصنا الضرب، ندخل في القسمة. في القسمة قلنا نفس الفكرة. هو انت خلاص طالما فهمت الضرب كويس فانت بالنسبة لك القسمة مش بتعمل غير حركة واحدة بتضيفها، اللي هي ايه؟ بتضرب فيه وتجلب الحد التاني ده، بتجلب الكسر التاني. يبقى نون س هيساوي س ناقص 1 هينزل زي ما هو، س تربيع ناقص 1 يبقى قوسين. انت عايز تحط قوس وكل تربيع، صح؟ يبقى س ناقص 1 في س زائد 1، لأن ده فرق بين مربعين. في وبعد كده تجيب القوس ده. بص عشان ما تتلخبطش اهو، علم على اللي انت عايز تحطه في الاول عشان ما تنزليش تحلل لي ده. احنا كده انت غيرت اشاره وخلاص هتتلخبط، فعلم على ده عشان تبدا بيه. س تربيع ناقص 4 س ناقص 5 يبقى ادي قوسين ماشي. س تربيع س في س سالب، يبقى مره سالبه ومره موجبه. ليه حطيت هنا السالب؟ عيني على اللي في النص. كام في كام ب5 وفرق بينهم 4؟ 5 في 1. اوكي. بعد كده هات اللي فوق س تربيع ناقص 5 س، خد السين بتاعتك هيتفضل لي س ناقص 5. اوكي. ده ايه ده مين ده يا عمي انا الداله بتاعتي. هات لي المجال، ركز بقى في دي علشان دي فيها تركايه برضه تاني في المجال. يبقى المجال بتاعي خلي بالك مجال نون س هيساوي ح ناقص، هات لي اصفار دي 1 وسالب 1 وايه تاني بقى. عايزين نركز بس في دي علشان دي مهمه. صفر ماشي، 5 ماشي، وايه تاني؟ شايف دول كان اساسها ايه الداله دي؟ افتكر كلمه اساسها ايه؟ ده اساسها اهو. يبقى ما ينفعش اتجاهل اصفار دي.
ما ينفعش اتجاهل اصفار الحد ده، اخده معايا تاني. طب ده اصفاره كام؟ 5 وسالب 1. انا اخدهم هنا اهو، اهم 5 وسالب 1، فهقفل خلاص المجموعة. لكن مهم عندي انك تبقى عارف ان انا برضو اخد اصفار البسط والمقام. يبقى واحدة في القسمة. عشان اجيب المجال بجيب اصفار. انا عندي حدين او عندي كسرين، الكسر الاولاني والكسر الثاني. الكسر الاولاني بجيب اصفاره عادي، الكسر الثاني بجيب اصفار البسط والمقام مع بعض. يبقى بجيب دول ودول ودول، خلاص الاثنين. طب بعد كده بطلع الداله. طبعا خلاص الموضوع سهل، بطير اللي شبه بعض. ادي س ناقص 1 وادي س ناقص 1، خلاص. ادي س زائد 1 وادي س زائد 1، وادي س ناقص 5 وادي س ناقص 5. هيتفضل ايه؟ هيتفضل 1 على س. موضوع طبعا ده بسيط، لكن الاهم عندي في المجال. علشان كده وانا بشرح لك هنا الهامش بتاعنا ركزت لك على المجال. فكرة الدرس ده انك ما تتلخبطش في المجال مع كل طلب هو هيطلبه منك. طيب السؤال اللي وراه، س تربيع ناقص 2 س ناقص 15 على. اهم حاجه عيني انا ان هي في على، وانا ايديا بدات تطبع. طيب ن س هتساوي، تعالى ناخدها واحده واحده. يبقى العلى اروح اقول له هات فيه، ماشي، واعلم على دي علشان ما اتلخبطش، ان هبقى فاكر ان هبدا بيها هنا. ننزل الحدود. س تربيع ناقص 2 س ناقص 15، يبقى دي قوسين، ادي القوس الاولاني وادي القوس الثاني. طيب س في س سالب، يبقى مرة سالبة ومرة موجبة. كام في كام؟ ب15، والفرق بينهم 2. 3 في 5، صح؟ يبقى 5 في 3 ب15، 5 في 3 والفرق بينهم 2. س تربيع ناقص 9، يبقى زي كالعادة، يبقى س ناقص 3 وس زائد 3 زي اللي فاتت. حلو كده؟ تمام. ندخل على اللي بتاع اللي وراه. أنا لو كتبت بقى قلت لك 2 في س ناقص 5، أنت كده بهدلت الدنيا. خلي بالك دي مسألة قسمة، يعني دول أعكسهم علشان أحمل الفي، لأن ما ينفعش أغير إشارة، ما أغير علامة وأنزل نفس الحدود. يبقى هبدأ باللي أنا عملت عليها العلامة دي، فدي بتبقى قدام عيني علشان ما انساش. طيب أوكي، س تربيع ناقص 6 س زائد 9، ينفع أحلل؟ ينفع أحلل، حتى أنا أساسا مش بلاقي القوس تحت هنا ولا في أي حتة، يبقى حلل وهينفع تتحلل. س في س موجب، يبقى الاتنين سوالب. كام في كام؟ ب9، مجموعهم ب6، يبقى 3 في 3. 3 في 3 ب9 ومجموعهم ب6. خلاص اخد بقى اللي فوق، اخد الاتنين في س ناقص 5. خلي بالك انت لو عكستهم هتلاقي المسألة بدأت توقف معاك. لما تيجي تجيب بقى الدالة الرئيسية هتلاقي المسألة اتخنقت. طب ليه؟ فاهمني؟ فانت كده اساسا بتبقى بتحل غلط. لا، واحدة واحدة وركز في كل طلب او كل سؤال انت هتجيبه. تمام كده؟ تمام. هات المجال. يبقى إذا المجال هيساوي ح ناقص دي إيه؟ دي دالة أساسية، دي دالة أساسية، ماشي. يبقى هات التلاتة، حلو، وهات السالب 3، حلو. ده يساوي بصفر هيديني 5، واقفل هنا 3 وهنا 3، ما هي طبعا. طيب ادي 3 معايا، يبقى خلاص اقفل. يبقى السالب 3 والتلاتة، او 3 وسالب 3 يعني، والخمسة بس. تمام. طب هات لي الدالة الأساسية بقى اللي أنا جبتها. يبقى ن س هيساوي، تعال نطير وحاول تطير بكلام مختلف. أوكي، موجب هنا وادي الموجب هنا، وادي السالب 5 هنا وادي السالب 5 هنا وادي السالب 3 هنا وادي السالب 3 هنا. هيتفضل ايه هنا؟ س ناقص 3 طبعا، لأن هنا ال3 دي اللي هي أصفارها يعني. يبقى هنا هيتفضل س ناقص 3، دي الدالة الأساسية على مين؟ على الاتنين. تمام كده؟ طب هو لو طلب ن أس سالب 1 للسين، يبقى شكرا هتساوي 2 على س ناقص 3. طب لو طلب المجال، لو طلب مجالها، يبقى مجال ن أس سالب 1 هيساوي ح ناقص، هات الدالة الأساسية، هات الدالة الأساسية اللي هي 3 وسالب 3 و5، وضيف عليهم مجال الدالة الجديدة اللي هي دي. طب ده ب3 اهو موجود، خلاص اقفل. فهمت الفكرة؟ أتمنى إنها تكون وصلت، أتمنى إنها تكون وصلت. طب واحد بقى عايز بس كده، ده كده احنا يعتبر خلصنا الجزئية دي. تخلي بالك من الحاجات دي، لأن الحاجات دي يعتبر أساسيات في الدرس بتاعك. ندخل بعد كده على آخر سؤال وآخر تمرينة في الدرس النهاردة. بيقول لي ن س هيساوي س تربيع ناقص 2 س على س ناقص 2 في س تربيع زائد الاتنين، ونقفل القوس. اوجد ن أس سالب 1 س ثم اوجد المجال، وعايز ن أس سالب 1 س اللي تساوي 3. ناخدها واحدة واحدة.
ناخدها واحدة واحدة. هات لي الدالة الحل. نون س هحللها لي فكفكها، وخلي بالك دي مش مضروبة ولا مجموعة مع حاجة. س تربيع ناقص 2 س اخدش غير منها السين، هيتفضل لي س ناقص الاتنين. شكرا. ده س تربيع ناقص 2 هينزل زي ما هو، وده اللي جنبه ينفع يتحلل؟ ما ينفعش، يبقى س تربيع زائد الاتنين. خلاص. هات بقى المجال. يبقى اذا المجال الاساسي بتاعها هيساوي ح ناقص، هو هيفتح المجموع ادي الاتنين. ده ينفع احط فيه حاجة؟ ده ينفع احط فيه حاجه؟ ما ينفعش. يعني لما اجي هنا خلاص، لما اجي اساوي بالصفر يبقى هنا ساعتها اهو هتعملها لك هنا عشان تبقى انت تفتكر تاني. هقول لك س تربيع ماشي زائد 2 هيساوي الصفر، يبقى س تربيع هيساوي سالب 2، يبقى س هتساوي زائد او ناقص جذر سالب 2. ينفع اجيب جذر سالب 2؟ لا. يبقى هنا ساعتها قلنا اصفارها بيساوي كام؟ فاي. مفيش اصفار، مفيش اصفار، عشان كده خلاص دي بتجاهلها بتنساها خلاص. دي الداله. هات بعد كده نون س بتساوي كام؟ يعني خلاص كده انا بعد ما جبت المجال اجيب الداله. نون س هيساوي، على طير س ناقص 2 هنا مع س ناقص 2 هنا، هيتفضل لي ايه؟ س على س تربيع زائد 2. بس انا كده ايه؟ مهدت للي هو عايزه. انا كده لسه ما حلتش اللي هو عايزه، ما جبتش اللي هو عايزه، بس انا مهدت للي هو عايزه. هو بقى عايز ايه؟ عايز نون اس سالب 1. يبقى تمام، نون اس سالب 1 للسين هتساوي س تربيع زائد الاتنين على السين. طيب هات بقى المجال بتاعها. يبقى مجال نون أس سالب 1 للسين هنقول ح ناقص، هات المجال الأساسي اللي هو الاتنين، هات بقى أصفار الدالة بتاعتي اللي هي كام؟ هنا صفر، واقفل. فهمت بقى ليه كنت بضيفه؟ ليه كنت بعمل حسابه؟ أحيانا بيتكرر خلاص، بس منساش ان انا بجيب اصفار، حتى لو اتكرر كده خلاص ما اخدهاش قاعده ان يبقى دايما ايه موجود معايا. يبقى دايما هنا لا اهو كان المره ده مش موجود فبضيفه. يبقى هنا مجال الداله العكسيه هيساوي الاتنين والصفر. كده الموضوع واضح؟ كده الموضوع واضح. هو بقى بيقول لي اخر سؤال بقى بيقول لي ايه؟ طب لو الداله العكسيه بتساوي 3 هات لي السين. فين الداله العكسيه اللي هي دي بتساوي 3، يعني س تربيع زائد الاتنين على السين هيساوي 3. عايز قيمه السين. طبعا ده سؤال احنا متعودين عليه جامد، هو معروف، تضرب طرفين في وسطين، يعني س تربيع زائد الاتنين هيساوي 3 س، يعني س تربيع ناقص 3 س ناقص زائد الاتنين هيساوي الصفر، وتبدأ تحلل عادي جدا. س في س موجب يبقى 2 سوالب 2 1 هيساوي الصفر، يبقى مرة س بتساوي الاتنين ومرة س بتساوي الواحد. ركز بقى هنا، هو بيقول لي س بتساوي الاتنين، طب انا شايف الاتنين مرفوضة، راح اقول له خلاص ارفضها مرفوض، وس بتساوي واحد يبقى هي دي اللي معايا. يبقى قيمة الدالة عند س بتساوي 3، قيمة الس هتساوي الواحد الصحيح. كده احنا انتهينا من الدرس ده ومن الوحدة ككل. انصحك انك انت هتلاقيها كلها طبعا في مجموعة، فاحضرها بالكامل. الدرس الوحدة دي أساسي هتلاقي فيها أكتر من تلت الامتحان في الجبر هتلاقي منها، فاهتم بيها. ولو عندك أي سؤال سيبه في الكومنتات. لو أنت وصلت معانا لغاية هنا فأنت كده الله ينور عليك. ما تنساش اللايك الجميل وشير بقى لزمايلك. باي.